بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحباب في كل مكان داخل الوطن العزيز وخارجه، أحييكم تحية الإسلام وأرحب بكم في رحاب حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية، وهي الحلقة 24، وعنوان الحلقة إن شاء الله هذا اليوم سيكون الشعر العربي وأثره في حفظ الظواهر الصوتية للغة العربية. ده في جزء، وفي الجزء الثاني سنقرأ قصيدة لشاعر إريتري كبير يأتي في مقدمة شعراء اللغة العربية، وهو الشاعر الأستاذ المربي الجليل الراحل المقيم الأستاذ عبد الرحمن سكاب، رحمة الله عليه ورحم الله كل الشعراء. ووحي هذه الحلقة عزيز المشاهد هو نابع من في واحدة من الحلقات أنا تحدثت وأنا أتحدث عن الشعر ودوره، وبرضو كيف أسهم القرآن الكريم في إغناء وإثراء اللغة العربية. قلت واحدة في من الأشياء التي يعمل عليها كثير من الذين يودون أن يسحبوا البساط من هذه الأمة من كل قيمها الدينية وقيمها الأخلاقية، يدخلون بمختلف الوسائل. منه واحد منه كان الشعر الحر أو قصيدة النثر، وإبعاد الناس عن الفصحى واللغة العربية وما إلى ذلك، وكان ده مدخل إنه عشان يبعدوا الناس من القرآن الكريم ويسحبوهم من الدين الإسلامي وقيمه. هذه الاستراتيجيات بعيدة المدى، وللأسف الشديد كثير من الدول العربية روجت وتبنت، وإلى أن طالب جزء كبير منهم يعني تبني الدارجة وترك الفصحى. وحتى في مصر العزيز يعني في زمن من الأزمان يعني كتاب كبار طالبوا بنشر العامية، وبلاش ما في مش داعي، وبرضه في دول الشام، إلى أن تفرخت منها بعدين القصيدة الشعر الحر وقصيدة النثر وكل الأشياء التي يعني يروج لها. وآخر شيء موجود هو عشان يبعدوا الناس من اللغة وقيمه وما إلى ذلك، يعني دفعوا الناس دفعا إلى الرواية والقصص وما إلى ذلك، حتى لو كانت باللغة العربية، لكن الهدف منها أنه ده عصر الرواية وتراجع الشعر وهكذا. هذه طبعا آخر تقليعة العدائيين للغة العربية. وهذا لا يعني عزيز المشاهد نحن في خصومة مع كل ما هو جديد أبدا، لكن تظل اللغة العربية هي اللغة الأصيلة، ويظل الشعر هو ديوان العرب، ويظل يعني القرآن الكريم ليس في مقارنة مع الشعر. لكن كل اللغويون عندما يستشهدون عفوا عندما يستشهدون في مسألة لغوية ونحوية يستشهدوا بالقرآن الكريم ويستشهدوا بالشعر. أنا ما حصل شفت لي استشهاد بقصيدة من قصائد النثر أو الشعر الحر، أو يعني يستشهدوا برواية يقول لك كما قال الراوي فلان في. هو الاستشهاد معروف، وأنت دائما تستشهد ليه؟ تستشهد تمشي إلى الأصل يعني. فيا تستشهد بالقرآن الكريم كما في قوله تعالى في مسألة لغوية نحوية صرفية قاعدية، وهكذا إما تمشي للشعر كما قال الشاعر، وبعدين تجي قال
الكوفيون والبصريون وما إلى ذلك. لكن والله في كل قراءاتنا أنا يعني أتمنى يعني الواحد يستشهد لنا بأبيات من والله هذه التقليعات الجديدة دي ما تقدر تثبت لك إنه الفاعل مرفوع، بس مرفوع. الفاعل مرفوع، خليك من علامات الرفع الكثيرة دي. ولذلك بنقول إنه هذا القرآن هو الحامي لهذه اللغة، لغة الجنة ولغة أهل الجنة في الجنة، ولغة القرآن الكريم واللغة الشريفة، اللغة العالية الراقية. ثم يأتي الشعر بعد ذلك، وعشان كده ربنا قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له هو إلا ذكر وقرآن كريم. بعد القرآن والأحاديث النبوية الشريفة يأتي الشعر مباشرة في مسألة هذه اللغة العربية. وعشان كده أنا أشرت في يوم من الأيام، قلت سنتحدث عن ماهية الشعر الحر، وما هي الأهداف والمشاريع الخطيرة التي تستهدف الإسلام في نهاية المطاف. فقلت تقدمة للموضوع بتاعت الشعر، أو ردا عليه خلينا نقول، يعني إنه هنتحدث عن الشعر العربي وكيف حافظ على الظواهر الصوتية لهذه اللغة العربية، وذلك من خلال ما نشره الدكتور محفوظ والخيري، وهو راجل باحث كبير، فبيتكلم عن الدور الشعر في حفظ هذه اللغة العربية. وفي الأخير سآتي إلى عشان نقدم نموذج للشعر الجميل، الشعر زي ما كان بيسميه أستاذنا رحمة الله عليه فراج الطيب، ذلك العالم وذلك الشاعر المجاهد، أكثر من نافح عن هذه اللغة العربية، وأعلن حرب الشعواء على ما سمي بالشعر الحديث وشعر الحداثة والشعر الحر والقصيدة الحرة وما إلى ذلك. وكان يقول دائما يعني الشعر لمح تكفي إشارته، يشير إلى التمام بلا تمام. وكما قال الرصافي: إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس خليقا أن يقال له شعر. وكان لفراج الطيب رحمة الله عليه، ذلك العالم الجليل، صولات وجولات في المربد بالعراق أيام عزه وشموخه. وإن شاء الله يوم كده أنا حاجي أتحدث عن هذا الرجل وكيف نافح ودافع عن اللغة العربية، وبرضو ذكرياتنا معه. وصالون فراج الطيب، هذه الصالونات العربية اللي كان فيها القرآن الكريم والحديث والسيرة النبوية العطرة، رجل كان معلن موقفه أنه هو ليس الأدب من أجل الأدب، الأدب كرسالة. ونحن فخورون جدا والله أنه ننتمي بتلك المدرسة الأدبية الملتزمة، ومنبعه ومصدره هو هذا القرآن الكريم وهذا الدين الحنيف. ولذلك يشرفنا جدا إن شاء الله يوم كده حاجة نتحدث عن اللغوي الجهبذ أستاذ فراج الطيب السراج رحمة الله عليه وعلى والده. برضو كان رجلا لغويا، رجلا بارعا، ورجلا يعني ربما لم تشهد المنطقة العربية مثل ذلك العالم اللغوي النحرير الطيب السراج رحمة الله عليه. الآن نأتي إلى ما ذكره الدكتور محفوظ والدخيري في موضوع الشعر العربي وأثره في حفظ الظواهر الصوتية للغة العربية. يقول: قام الشعر العربي بدور كبير في حفظ اللغة العربية من ناحية الظواهر الصوتية، وحتى من ناحية التراكيب والمفردات، خصوصا النادر منها وغير الشائع في الاستخدام. وقد برز استخدام الشعر كمصدر رئيسي من مصادر الاستشهاد والاحتجاج في فترة مبكرة من تاريخ التصنيف والتقعيد لقواعد اللغة العربية. وقد أسرف الأولون في الاستدلال بالأبيات الشعرية على قواعد اللغة النحوية منها والصرفية، حتى إنهم ربما تتبعوا واستقصوا كل الأبيات الشعرية التي شذت وخالفت القواعد المضطردة مقابل شح كبير في الشواهد النثرية من الكلام المنثور، وهذا ما كنت أعنيه.
المرسل منه والمسجوع، واستخدموا الشعر كذلك بغزارة في قواميس ومعاجم اللغة، وخصوصا عند سرد المفردات نادرة الاستخدام. وثمة مجال ثالث، وإن كان أقل من المجالين المذكورين آنفا، ساهم الشعر العربي بدور كبير في حفظه والتاريخ له، وهو مجال أصوات اللغة والظواهر اللغوية المتعددة لنطق الحرف العربي، والتي تختلف تبعا لاختلاف القبائل واللهجات والمناطق. طبعا هذه أمة ممتدة. فالحرف العربي وإن كان محصورا من حيث الكتابة في 29 حرفا المعروفة، وقد كنا قد أشرنا إلى أنواع الخطوط العربية في حلقات سابقات. هذه الحروف المحصورة في 29، واحدين يقولوا 28، إلا أنه من حيث النطق به ربما يصل إلى نحو 40 حرفا صوتيا. هذا هو الشيء الجديد، 40 حرفا صوتيا. نعم عزيزي المشاهد، 40 حرفا صوتيا من حيث نطق بعض القبائل لبعض الحروف. على سبيل المثال يقول الكاتب: القاف الحضرمية، والتي تنطق على نحو ما ينطقه أهل اليمن الشمال القاف اليوم. يعني قلت وقال لك، يقول لك. وحتى واحدين هم يقروا برضو في الشعر، وواحدين يقولوا قل هو الله أحد مثلا. ومنها الصاد المشموم بصوت الزاي، الصاد، والجيم المصرية. الجيم المصرية بيقول لك جيم، تعال جاي، يعني علي جاي، يعني الجيم المصرية معروفة. والكاف المعقودة، وفي بعدين القاف المصرية كمان بيقلبوا القاف إلى ألف، غير القاهرة. القاهرة بيقولوها القاهرة، ما بيقولوها باسم آخر، إنما كل القاف بقول لك إيه وكده. والفاء المتفشية، وجيم السودان وغيرها. جيم السودان برضو بتقول، وفي جيم مفخمة كده، يعني زي الشام مثلا، ناس الشام يقول لك جيم يعني. فعند السودانيين لكن القاف والغين، لو قال مثلا الكاتب كان هناك، لكن جيم السودان هي جيم، جيم كما ينطقها كثير من شعوب المنطقة أو القبائل العربية، لكن القاف والغين السودانيين بيقلبوها طبعا، فيقلب الغين قاف والقاف غين، وهكذا يعني. وعندنا في إريتريا الصاد سين، والضاد دال، وهكذا يعني. وهذه طبعا الناس المفروض ما تتضايق منها كثير يعني هسه أنا بلاحظ إنه في واحدين من أهلنا وهم يقروا ويتكلموا كده بتاع، فلما يقلبوا الصاد سين يتخلعوا يعني. أو واحد يقول لك يا أخي بالله ما عارف هنا بتاع. لا، هي عادية يعني، في شعوب زي ما قاعد نحكي يعني ما تقدر تقول يعني، وليس عيبا في ذلك. وأنا هنا بذكر إنه موقف كده طريف ذكره أخونا حسين خوجلي، ربنا يديه الصحة والعافية. فقال إنه كان يعمل مقابلة مع واحد من الشعراء الكبار والفنانين يعني، اللي هو محمد وردي رحمة الله عليه. فأثناء قاعد يتكلم وكده، فقلب الصاد سين يعني، زي ما بيقلبوها ناسنا يعني. فقال له يا أستاذ وردي، قال له أنت رجل أستاذ، قال له سيبك من الفن، أنت رجل أستاذ. وفعلا الأستاذ كان مدرس لغة، وكان مدرس لغة عربية فيما أظن، رحمة الله عليه وردي، قبل ما يدخل في مجال الفن وكده. فقال لي يا أستاذ، معقول يا أخي الصاد ما قادر تنطقه يا أخي، تقلبه السين. قال له كيف الكلام ده؟ فطوالي رد عليه بتلقائيته وعفويته المعروفة يعني. قال له يا أخي فيها شنو؟ قال له أول ما تنسى إنه أنا زور رطاني، قال له أنا نوبي، قال له اللغة العربية دي ما لغتي، قال له
أنا زول نوبي رطاني عندي كلام الحلفاوي ده. قال له في الحلفاوية ما عندنا صاد، قال له كلها سينات يعني. بعدين قال له يا أخي العفو ما صاد والله، هو كان ضاد يعني، ضاد. فقام وردي هو يتحدث كده قلبوا لي دال زي أهلنا يعني. فقال له يا أخي، قال له أصلا في لغة النوبة ما في ضاد، قال له كلها دالية. وفعلا النوبي هو يتكلم معاه الحلفاوي الدال ده طوالي، الدال دال يقول كده ذاته زي أهلنا التقرينية مثلا. فقال له يا أخي في لغتنا ما في ضاد، قال له ضاد نهاية ما كلها دالات، قال له. فأنا زر الثاني قال له الحاجة الثانية، قال له أنت عارف اللغة دي، اللغة العربية سموها لغة الضاد. قال له تعرف الضاد ده ما في إلا في هذه اللغة، قال له. قال له يا أخي يا حسين، قال له أنا الضاد ده لما أشوفه، قال له سواء كان في الشعر أو في الكتابات وبتاعات استعد له استعداد، قال له يعني أقول أنا داخل إلى حضرة الضاد ولازم من بستعد له، قال له استعداد. عشان كده الليلة في الحتة دي زاغ مني، قال له يعني ما استعديت له. فده بالشيء يذكر يعني. ولذلك برضو القاف والغين عند أهلنا في السودان غير القبائل الثانية. وبرضو الدال والذال، يعني عندنا عدد من القبائل في إريتريا بتنطق الدال الذال دال. بعدين أنا حاجي في نهاية هنا ممكن أحكي طرفة معينة كده، إنه أو كده خلينا نقولها هسي ذات وبعدين عشان ما ننساها. قال واحد من أهالينا يعني التحق بالأزهر وتقدم يعني برز يعني كرجل عالم وهكذا يعني. والناس خلاص في الأزهر بدأوا يقدموه للإمامة، إمامة الصلاة يعني. فهو مرات برضو زي ما قلت لكم حتى نحن برضو كإعلاميين وكده بتاع برضو بتزوغنا العروف أحيانا. وبعدين ما ننسى إنه نحن بنتعامل يعني أنت بتتعامل مع الناس خارج النسق الإعلامي وخارج القراءة وكده بتاع، ما بتتأثر، بتسمع ده يقول كده وده يقول كده بتاع، فمرات بتزوغ منك يعني. فالراجل يقدموه إمام، فمرة كده زاغت منه وكان في آيات كثيرة كده، فالذال قلب دال يعني محلين ثلاثة كده يعني. ففي واحد من المأمومين مصري هو أصلا ما قادر يبلع إنه كيف هذا الرجل اللي جاي من برا هو دائما يكون إمام ويقدموه على الناس ويصلي وكده بتاع وبالطريقة المصرية الجميلة دي. فبعد ما كملوا الصلاة قال مشى له وقال له إيه يا شيخنا، قال هو طبعا ذالين ثلاثة كده قلبهم دالية حسب الرواية سمعناها. قال له إيه يا شيخنا يعني ولا نقطة واحدة، قال له إيه يا عم الشيخ، قال له ولا نقطة واحدة كده كلها بدون نقاط وكده يعني. ففي القبائل العربية يعني موجود إنه قلب الحرف إلى حرف آخر. ويقول الكاتب محفوظ ولد خيري، ولعل من خصائص العربية ما زالت تدهش الباحثين انفرادها بثبات أصولها وضبط أصواتها بدقة متناهية على الرغم من هنا وهناك، إذ لم يطرأ عليها أدنى تغيير في نطق حروفها مثل ما طرأ على سائر اللغات السامية في العالم. اللغات السامية، وهذه واحدة اللغة العربية واحدة من اللغات السامية. وأنا كنت أشرت في واحدة من الحلقات إنه نحن في إريتريا نعتز بأنه عندنا أكثر من لغة سامية. عندنا ثلاثة من الخمسة لغات ثلاثة. اللغة الثانية واحدة لجيراننا الأثيوبيين، وواحدة هناك على إخواننا في فلسطين يعني العربية والتجريت والتجرينيا وكذلك الأمهرية والعبرية، هذه لغات سامية في العالم. فشوف يعني مثل ما طرأ على كثير من اللغات السامية في العالم لم يطرأ الكثير في تغيير نطق حروفها بالنسبة للغة العربية. ومن ناحية أخرى فإن الدور الأبرز في هذا المجال إنما يعزى للقرآن الكريم
والسنة النبوية المطهرة اللذين نقلا إلينا بأعلى مقاييس جودة النقل وأدق معايير الالتزام بالنظام الصوتي المحكي والتقيد به أو فيه بحدود الرواية. ومن فرط الحرص على الاهتمام بدقة الأداء في النظام الصوتي المحكي دونت القواعد الصوتية لكيفية النطق الصحيح وجرى تنقيحها وتمحيصها حتى وصلت إلى توصيف شامل ودقيق لأصوات اللغة وكيفيات النطق للحروف يعني. ويقول: وقد حفظ لنا الشعر العربي ظواهر متعددة من اللهجات العربية التي كانت سائدة في المنطقة، مثل عجعجة قضاعة الذين يبدلون الياء جيما في آخر الكلمات، يبدلون الياء جيما، حاجة غريبة يعني. مثل قول الشاعر: خالي عويف وأبو علج المطعمان اللحم بالعشج. ويقول الكاتب، أعود فأقرأ العبارة مرة أخرى: خالي عويف وأبو علج المطعمان اللحم بالعشج، يريد أبا علي والعشي. وهذه اللهجة ما زالت آثارها باقية إلى اليوم في بعض كلام أهل البادية في أرض الخليج العربي. ومثل الكشكشة في لغة ربيعة ومضر، وهو إبدال كاف المؤنث في الوقف شينا، يعني مثل قول مجنون ليلى قيس بن الملوح: في عيناش عيناها وجديش جيدها. في عيناش يعني بها عيناها، وجيدش جيدها، سوى أن معظم الساق منش دقيق يقصد به عيناك جيدك منك، إضافة إلى عدد كبير من اللهجات القديمة نقلها لنا الشعر العربي، تشتمل على مجموعة من الظواهر التي كانت ستندثر لو لم تحفظ بعض النصوص الشعرية، مثل الفحفحة في لغة هذيل، وهي جعل الحاء عينا، الحاء يقلبوها عين. ومثل العنعنة في لغة تميم، وهي قلب الهمزة في أول الكلمة عينا، فيقولون عنك وعلسم أو عسلم عفوا في إنك وأسلم، بدل يقولوا إنك يقولوا عنك، وعسلم بدل أن يقولوا أسلم. ومثل الوثم في اليمن كقولهم النات والأكيات، يريدون الناس والأكياس، يقلبون التاء الساء السين إلى تاء، ونفس الشيء يعني بدل يقولوا الناس يقولوا النات، ويقولوا الأكيات ويريدون الأكياس. ومثل الكسكسة والطمطانية، الكسكسة والطمطمانية وغيرها. وبعض أشكال هذه اللهجات لا تزال مسموعة في اللهجات البدوية، لكن الملاحظ أيضا أن الشواهد التي يذكرها علماء اللغة لهذه الظواهر الصوتية المحلية شوهد شعرية محدودة العدد تتكرر في كل الكتب، وكأن اللغة الفصحى وفق ما تعارف عليه القوم آنذاك كان ينبغي لها أن تخلو من مثل هذه الظواهر الشاذة. الآن مشاهدي الكرام فاصل قصير ونكمل هذا الموضوع، وبعد ذلك سنأتي إلى قصيدة الشاعر الأستاذ سكاب، فكونوا معنا مشاهدينا الكرام. مرحبا بحضراتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة في مع اللغة العربية. مواصلة للحديث نقول:
والظاهر أنهم كانوا يستخدمون لغة الشعر لتصفية الكلام وتنقيته من شوائب العجمة كذلك، بدليل نقد سيبويه العالم اللغوي الكبير لبعض أصوات اللهجات التي شاعت في البيئة العربية في القرن الثاني الهجري، فقد سمى سيبويه بعض هذه الأصوات بالأجنبية، ووصف استخدامها بأنه غير مستحسن ولا كثير في لغة من ترضى عربيته، ولا يستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر. وأمر أن يستنبط من تلك الظواهر اللغوية التي أثبت الشعر وجودها في كلام العرب، وهو أن تعدد اللهجات واللكنات ليس بجديد ولا طارئ على العربية، فقد عرفت العربية وتباينها في تعدد تاريخها، فقد عرفت العربية في تاريخها المديد التعدد اللغوي واللساني. ويبدو أن في تعدد اللهجات العربية وتباينها إثراء للنحو واللغة العربيتين، وتعددا وتنوعا صحيا في أساليبهما. وقد يكون التعدد في ظل الظاهرة النحوية الواحدة، حيث نجد فيها أكثر من قاعدة نتيجة لتباين اللهجات العربية في استخدام التراكيب والأساليب في التعبير عن المعنى الواحد. وجاء هذا الحكم العام على اللغة العربية من خلال الدراسات التي أجريت على كتاب همع الهوامع للإمام السيوطي، والذي يعد أكبر موسوعة نحوية ولغوية احتوت في طياتها أكثر من 53 أي 153 لهجة من لهجات القبائل العربية، لتبقى شاهدا حيا على التنوع والتعدد والثراء اللغوي الذي لم تزل تعيشه اللغة العربية منذ عهدها الأول. وتبقى لغة القرآن الكريم بقراءاته المتواترة هي اللغة الأنموذجية الأدبية المشتركة بين القبائل العربية جمعاء، وهي اللغة التي كانوا يفهمونها ويتحدثون بها في المحافل الرسمية، وينظمون بها الشعر العربي الموجه للعرب كافة. والشعر العربي عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة لما يمتاز به من سلالة ووقع عند السامعين، ولما يتميز به من نفوذ بياني سيطر بلا منازع على ميدان الاحتجاج في قواعد اللغة العربية، فهو فن العربية الأول وأكثر فنون القول هيمنة على التاريخ الأدبي عند العرب، إضافة إلى كونه وثيقة يمكن الاعتماد عليها في التعرف على أحوال العرب وبيئاتهم وثقافاتهم وتاريخهم، فهو المرجع الموثوق به لأساليب العرب البلاغية والبيانية، والمصدر الأصيل لمفرداتهم اللغوية وطرقهم التعبيرية، فضلا عما يحويه من مآثر العرب ومفاخرها وأحداث أيامها ووقائعها، فهو الوثيقة الرسمية الأولى التي دونت تاريخ العرب الوجداني والاجتماعي واللغوي. وفي الأدب الجاهلي كما ذكرت في حلقات سابقات هنالك القيم النبيلة والقيم السامية التي جاء الإسلام ليتمم مكارم تلك الأخلاق، في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كانت هنالك أخلاق ومثل وقيم، جاء الإسلام العظيم، جاء الإسلام بكل قيمه ليتمم تلك المكارم. والآن عزيزي المشاهد تبقى لنا المحور الثاني، وكما قلت لكم سنقرأ إن شاء الله، سأقرأ عليكم قصيدة لشاعر حقيقة لم ينل الحظ الكبير
والحديث عنه في منابرنا الشعرية والأدبية نحن الإريتريون، وفي نفس الوقت برضو دول المنطقة، وإن كان هو كان رجل معروف، وهو الشاعر الكبير رحمة الله عليه عبد الرحمن سكاب. يعني هذا الشاعر الفحل رحمة الله عليه، أنا إن شاء الله في يوم من الأيام سآتي وأتحدث عنه، عن هذا الشاعر، لنؤكد يعني ليس فقط عروبة إريتريا، وفي العروبة ذاته لما يكون عندك شعراء فحول زي عبد الرحمن سكاب أستاذنا ومربي الأجيال، يعني قطعا إنه نحن أصلا ما في اثنين ثلاثة ننتمي لهذه، يعني وده مؤكد إنه تاريخنا وانتمائنا الحضاري والتاريخي، زي ما أكدنا في كذا من الحلقات في مستهل هذا البرنامج في بداياته بالذات. يعني أنا تتبعت التسلسل التاريخي والحضاري وكيف كانت هذه الأمة تنتمي إلى جذورها. عبد الرحمن سكاب نموذج لشاعر إريتري عربي قح. والله عبد الرحمن سكاب تصنفه من شعراء، أنا حتى ما دار أمشي بعيد، لكن لو لم تعرف اسمه كده بتاع وأنت تقرأ إلى شعره تقول ده من شعراء بني العباس بأمانة يعني. وكان رجل طبعا، يعني عبد الرحمن سكاب يعرفوه أهل اليمن أكثر ويعرفوه الإريتريون ما في شك، ونحن حظينا بمشاهدته رحمة الله عليه في بدايات التحرير. أجى البلد والله جالست كثير، بس مع الأسف الشديد ما أخذنا منه الكثير، لأنه يعني الأوضاع في إريتريا أوضاع غير طبيعية. لا تقدر تأخذ من الزول اللي عنده أشياء لا للحاجة الخاصة بك ولا للحاجة العامة، ولا تقدر توثق له ولا تقدر تعمل له بتاع. عبد الرحمن سكاب كان يجي البلد رحمة الله عليه مرة مرتين جاء أعتقد فيما أظن، لكن الليلة لو يعني لو قلبنا الارشيف بتاعت وزارة الإعلام ولا أي حاجة في البلد، أنا يستحيل أن نلاقي شيء إلا ما ندر من قصائد كانت نشرت في إريتريا الحديثة، مقابلتين ممكن. يعني أنا ما أذكر، يعني أعتقد أنا أكون عملت حاجة معاه، لكن والله لا أكاد أذكر ذاته. ده دليل على أنه، لكن والله قعدنا معاه وتحدثنا في الأدب يعني حاجاتنا كانت، أنا يعني لما أقول أنظر إلى الماضي بأثر رجعي وكذا بتاع، أقول والله فقدنا الكثير، يعني فقدنا الكثير. يعني واحد من هؤلاء الشعراء الكبار بأمانة هو عبد الرحمن سكاب رحمة الله عليه. اليوم أنا يشرفني أن أقرأ واحدة من قصائده، وهو زي ما ذكر أستاذنا يبات في واحدة من قراءاته، ربط بقصيدة إدريس جماع الذي يتحدث عن من هو الشاعر يعني، وذكرها أستاذنا الكابلي رحمة الله عليه وعمل منا مقطع كده له اللي هي: ما له أيقظ الشجون فقاس وحشة الليل واستثار الخيال، وكل الجمال ذاك اللي قالوا في قصيدة إدريس جماع رحمة الله عليه. هين تستخفه بسمة الطفل قوي يصارع الأجيال، حاسر الرأس عند كل جمال مستشف من كل شيء جمالا. والكابلي رحمة الله عليه كان بيقول إنه في القصيدة دي وكأنه إدريس جماع يتحدث عن نفسه كشاعر أو من هو الشاعر. لفتة جميلة أستاذنا يبات أشار قال إنه هذه القصيدة من نفس البحر ونفس الخيال، والأستاذ عبد الرحمن سكاب وكأنه يتحدث عن نفسه وعن شعره. أنا يشرفني اليوم أن أقرأ عليكم هذه الأبيات. يقول الأستاذ عبد الرحمن سكاب:
آه للساهر الشجي، آه للساهر الشجي، مضى الليل وما زال دمعه سحاحا، ساكبا من يراعه، ساكبا من يراعه قهوة الود، وقد ذاق مزجها والقراحا. آه للساهر الشجي، مضى الليل وما زال دمعه سحاحا، ساكبا من يراعه قهوة الود، وقد ذاق مزجها والقراحا. وقد زاج مزجها والقراحا، داعبته أنامل الليل قيثارا خفيا يراوغ الأشباح. هذه طبعا سورة أستاذ سكاب رحمة الله عليه. داعبته أنامل الليل قيثارا خفيا يراوغ الأشباح، قد تحسيت لحنك العاطر الإيقاع شوقا مرنحا فواحا. أنت في السرب طائر صافح الأفق، وقد صاغ من دجاه الجناح. أنت في السرب طائر صافح الأفق، وقد صاغ من دجاه الجناح. وأراق الشجون في مسمع الليل سهادا مضى يحث الصباح. وشع القفر بالأهازيج، فاختال ربيعا مفوفا منداحا. والليالي حواشد ملء جفنيه دموعا وغصة وجراحا. وشع القفر بالأهازيج، فاختال ربيعا مفوفا منداحا. والليالي حواشد ملء جفنيه دموعا وغصة وجراحا. أترعت كأسه سلافة أحداث الليالي، وصرفهن فناحا. أثخنته النصال من جارحات الدهر، حتى تخرمته اجتياحا. أثخنته النصال من جارحات الدهر، حتى تخرمته اجتياحا. ولحاه السرى بكل ضرام من حريق الجوى، فذاب التياحا. أثخنته النصال من جارحات الدهر، حتى تخرمته الاجتياحا. ولحاه السرى بكل ضرام من حريق الجوى، فذاب التياحا. وتعالت أناته فاغترى الأفق، وتعالت أناته فاغترى الأفق. شحوب أراقه أتراحا، ملء أحشائه التياعات سرب، ملء أحشائه التياعات سرب. ودع الأهل غربة وانتزاحا.
وبعينيه دمع كل شجي، وبعينيه دمع كل شجي رق للعهد من هواه فباح، راعه قيد إلفه والروابي، حوله أسهب ترامت فساحة. من الفسحة يعني في ساحات الأماكن، وليس الفصحى للغة يعني. راعه قيد إلفه والروابي، حوله أسهب ترامت فساحة. يا له ناسكا، يا له ناسكا تجهد في محراب بلواه شاكيا ملحاحا. يا له ناسكا تهجد في محراب بلواه شاكيا ملحاحا، دأبه يغزل المواجد رايات على الأفق خافقات سماحا. إذ يصوغ الدجى وداعة عش، هدهد الجرح بلسما وسماحا. دابه يغزل المواجد رايات على الأفق خافقات سماحا. إذ يصوغ الدجى وداعة عش، هدهد الجرح بلسما وسماحا. حسب آياته طيوبا تناثرن على دربه شذا نقاحا. هدهد الجرح بلسما ووشاحا. حسب آياته طيوبا تناثرن على دربه شذا نقاحا. إذ يجوب الخميل أندى أراح، ريقها بات للعفاة متاحا. واعتلى من جناحه زورقا، واعتلى من جناحه زورقا، جدف في الأفق غائصا سباحا. والله هذه من عيون الشعر العربي النادرة، وفعلا هو تماهى مع قصيدة جماع رحمة الله عليه. رحم الله أستاذنا الشاعر عبد الرحمن سكاب. أنا إن شاء الله أعد المشاهدين أن نأتي ونتحدث ونبحث في المكتبة الإلكترونية لنتحدث عن شاعرنا الكبير الأستاذ عبد الرحمن سكاب في مقبل الأيام بإذن الله. أيها الإخوة المشاهدون، نأمل أن نكون قدمنا لكم ما هو مفيد، ونترحم من جديد على شاعرنا الأستاذ عبد الرحمن سكاب رحمة الله عليه، وأسلم على أخينا العزيز ابنه شيبة الحمد، ذاك الشاعر المجيد والإعلامي البارز. شيبة الحمد طبعا انسرب في الإعلام السوداني، هو ابنه. وأستاذنا عبد الرحمن سكاب هو من أبناء مدينة كرن الأنيقة الجميلة. والله كرن أهدتنا عبد الرحمن سكاب، لو لم تهدينا عبد الرحمن سكاب لكفى هذه المدينة التي دائما يأتي منها كل شيء جميل. أتوقف هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين الكرام لقناة سلام الإعلامية. كنتم في حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية، وكانت الحلقة 24 وجاءتكم تحت عنوان الشعر العربي وأثره في حفظ الظواهر الصوتية للغة العربية، اعتمادا على ما ذكره الدكتور محفوظ ولد خيري. وعرجنا بعد ذلك إلى قصيدة من قصائد أستاذنا الراحل المقيم الأستاذ عبد الرحمن سكاب رحمة الله عليه. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وهي الحلقة 25 بإذنه تعالى. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم أحمد الشريف، مع تحايا زملائي في الإخراج والإشراف والمونتاج من الإخوة الزملاء في قناة سلام الإعلامية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.